تخيل تبقى فاكر ان انت بتعمل اللي عليك و10/10، في نفس الوقت تبقى برضو مضحوك عليك ومغفلينك وانت مش واخد بالك. يا مساء الخير، تعالى النهارده نتكلم عن موضوع مختلف وغامض حبتين، بس اهم حاجه نطلع من وراه متعلمين ومش خايفين. وصدقني لما نتعلم ونعرف اكتر حتى عن المواضيع اللي ممكن تكون غامضه شويه عن اللي متعود تسمعه، هتعرف اكتر وهتاخد حذرك وتستثمر بذكاء. النهارده حابب اكشف لكم اسرار سوق الاسهم او البورصه، بس مبدئيا كده خلينا متفقين ان مفيش مجال ملهوش اسرار او خبايا تقدر تسهل على مستثمر معين طريقه، وهي نفس الخبايا دي تصعب على مستثمر اخر طريقه. ولو ما اتعلمش عن الاسرار دي ممكن تخليه يكره اليوم اللي دخل فيه البورصه. تعال نعتبر انك اشتركت في جيم جديد، ودي اول مره تشترك في الجيم اصلا، ما تعرفش اي حاجه في اي حته، يعني لا عارف الجهاز ده بتاع ايه ولا بتلعب ازاي وكام عدد. وانا بقول لك دلوقتي افترض انك ما تعرفش الحاجات دي اللي هي اصلا اساسيات وحاجات بديهيه جدا. فتخيل لو قلت لك انك المفروض تعرف ان الان بودي بيتقري ازاي، وتعرف الروتين اللي يناسب جسمك، وتحسب سعراتك، وتقسم عناصر الغذاء الموجوده في وجباتك اليوميه وغيره. لو انت شايف ان دي معلومات صعبه او اول مره تسمعها، فاحب اقول لك ان دي تعتبر الف ب بالنسبه لاي محترف في مجال الجيم. وكل ما كان محترف اكتر كل ما كان عارف عنك اكتر، والاهم انه بيكون عارف يوصل لهدفه ازاي باسرع وقت وباقل مجهود، والاهم من كل ده باقل تكلفه. طيب هو عارف كل ده لوحده؟ اكيد لا. عرفه بانه دخل الاول مش فاهم حاجه، وفضل يتعلم ويكتسب خبرات ودفع فلوس كتير، ويمكن اتصاب كتير وهو بيتمرن لحد ما وصل فعلا انه يكون محترف. انا اديتك المثال ده عشان ده بالظبط اهم سر في اي مجال، لكن اغلبيه الناس مش شايفاه او مش عايزه تشوفه. فممكن جدا تلاقي واحد داخل مجال جديد ما يعرفش عنه اي حاجه، وعايز يوصل لهدف كبير في وقت قصير ومن غير ما يدرس ولا يتعلم، اللي هي الدراسه الكافيه جدا اللي تخليه يقدر يعمل كده. والناس دي بنشوفها في الجيم او في الشغل او في اي مجال حرفيا. مش وحش انه يكون داخل عنده طاقه ونشيط وعايز يحقق حلمه من المجال، لكن الوحش انه يزهق او انه يستسلم بعد اول ألم او وقعه من المجال ده. فلو كنا بنتكلم عن الجيم، فاكيد قابلت في يوم من الايام صاحبك اللي يروح يتمرن اسبوع بكل طاقته ويفضل قاعد شهرين متصاب في البيت، وتلاقيه بعدها مكسل او خايف يروح تاني من الاصابه، او مش عايز يدفع اشتراك الجيم تاني لانه عارف كويس انه مش هيروحه. وده بالظبط اللي بيحصل في البورصه مع اي حد داخل جديد. ومن اول خساره واول ما يشوف السهم لونه احمر وشايف على الشاشه انه بيخسر، بيسحب فلوسه ويجري يقعد في بيته ويلعن ويسب في البورصه. فلو انت خايف من الخساره ما تدخلش البورصه، ولو خايف برضو من اصابات الجيم يبقى ما تروحش الجيم من الاول اصلا. وده لان مفيش شخص ناجح ما فشلش، يعني لازم تفشل الاول واكتر من مره عشان فعلا توصل لمرحله انك نجحت في المجال ده لان الموضوع مش نظري بس، مش ثانويه عامه، هي مش امتحانات ومذاكره نظري وخلاص. لا، لازم تجرب بفلوسك وباللي انت درسته وذاكرته بقالك فتره تطبقه في الحقيقه، وساعتها هتنجح بجد. طيب كل ده كلام عادي يا معلم، ما فيهوش اسرار، يعني فين الاسرار اللي اتكلمت عليها؟ بص بقى يا سيدي، زي ما قلت لك محترف الجيم يعرف عنك كتير في الاجهزه، ويقدر يخلي اي حد يعمل جسم كويس في وقت اقصر ومجهود اقل، والاهم بتكلفه كمان اقل. فبالظبط محترفين البورصه بيعملوا كده، بل وبيستغلوك انت واخواتك المبتدئين عشان يعملوا من وراكم فلوس كتير جدا. هتقولي ازاي ده ما يعرفش عني حاجه ولا اعرف انا هعمل ايه بكره؟ هقول لك، محترفين السوق او الحيتان زي ما بيقولوا بيعملوا حاجه اسمها التلاعب بالاسهم. يعني يدخل يشتري سهم معين ويزود في سعره اكتر واكتر يوم بعد يوم واسبوع ورا اسبوع، وساعتها حركه السهم بتجذب مستثمرين ومبتدئين كتير جدا في المجال، سواء كان بمحفظه صغيره او مبتدئ ومعاه محفظه كبيره. اول ما يشوف حركه السهم بتوصل لاعلى نسبه يوميا، ومع كلمتين من جروب الفيسبوك او التليجرام يدخل يشتري بجزء كبير من محفظته، وساعتها بيعمل مكاسب كبيره يوميا بدون توقف، وكل يوم يقول بكره هيبيع ويلم الارباح والمكاسب. ولكن اللي بيحصل ان تاني يوم السهم بيرتفع اكتر، فيضطر صاحبنا انه يستنى يومين كمان عشان ارباحه تزيد اكتر. فجاه ولما الحيتان يقرروا ان كفايه كده ويبداوا يلموا ارباح السهم ويبيعوه بسعر السوق، تبدا موجه الهبوط اللي بتقلب بفيضان على الناس كلها وبالاخص المبتدئين. وللاسف كمان انهم لما بيلاقوا السهم نازل بيستنوا اكتر وبيقولوا يمكن يطلع، فينزل اكتر واكتر وهكذا لحد ما يمتص كل قرش في المحفظه الاستثماريه بتاعه المبتدئ ده. وساعتها زي ما اتفقنا يسب ويلعن في البورصه او في الحيتان
بهتان، لكن عمره طبعا ما هيطلع نفسه غلطان عشان هو ما بيغلطش والبورصه بتعمل فلوس من الهواء وكده. طبعا الكلام ده موجود في اي بورصه في العالم، مصريه، سعوديه، امريكيه، ان شاء الله صوماليه، بدون استثناء. ويمكن بعض الحكومات بتحاول انها تسيطر اكتر على التلاعب بالاسهم، ولكن للاسف الموضوع مش سهل للسيطره عليه، لانه مش محفظه واحده اللي تعمل كده في السهم، دول ملايين المحافظ، فصعب جدا ونادر انك تعرف مين السبب ورا التلاعب ده. غير بقى تلاعب الاسهم اللي بيشتغل عليه بعض المستثمرين الكبار، في تلاعب تاني من شركات السمسره، ودي طريقتها اسهل بكتير واوضح، يعني مش محتاج تبقى محترف في المجال عشان تاخد بالك منها. وهي ان اوقات كتير شركات السمسره دي بتحفزك انك تشتري سهم معين لاغراض خاصه بشركه السمسره، وده بيكون على الرغم من ان السهم ده مش في حاله كويسه ماليا او وضع نشاطه مش افضل حاجه، ولكن يدي لك السهم ويقول لك تشتريه عشان الاجنده بتقول كده. بس كده خلاص؟ لا طبعا، دول كمان بيخلوك تشتري عمال على بطال، سواء كسبت او خسرت، وهم كده كده كسبانين. انا نسيت اقول لك ان كل عمليه تداول بتعملها، سواء كانت صفقه شراء اسهم او صفقه بيع، بياخدوا من وراها نسبه على فلوسك. طبعا كل الشركات كده، مش شركه واحده ولا اتنين، دول كلهم. وطبعا الدوله كمان مستفيده عشان بتاخد نسبه كمان من فلوسك في شكل ضرائب. فبجد لو مش مركز ودارس السهم، ولو ما طلعتش من الصفقه كسبان بنسبه كويسه، هتكون خسران من نواحي كتير انت مش واخد بالك منها. لكن سواء كانت ضريبه او عموله، حتى لو كانت بنسبه صغيره 1 على 1000 من فلوسك، فبرضه نسبه كبيره وما ينفعش تستهونها. حاجه كمان مهمه، الخبر على ما يوصل لك وتعرفه وتبدا تتحرك على اساسه وتشتري السهم، بيكون عرفوا قبلك مستثمرين اكبر منك وعندهم محافظ اكبر، وبيكونوا في المطبخ نفسه وعارفين الخبر ده قبل اصلا ما ينزل لعامه المستثمرين. فلو هتشتري السهم عشان عليه خبر بس، فاحب اقول لك راجع نفسك مره واتنين، او حاول ما يكونش سبب شرائك للسهم هو مجرد الخبر ده. من الاخر ما تمشيش ورا الموجه وما تركبهاش برضه عشان مش هتلحقها، بس حاول تعرف الموجه جايه امتى وجهز لها من قبل ما تبقى موجه. كفايه اسرار كده لحد النهارده، ان شاء الله هعمل جزء تاني عشان في اسرار كتير لسه محدش قالها، وان شاء الله هقولها لكم في اقرب فرصه. المهم ان كل الاسرار دي لازم تكون عارف انها موجوده في اي بورصه في العالم وفي اي دوله في العالم، ومستحيل ان يكون في بورصه في العالم ما فيهاش فساد او غيره. ما تنساش اللايك والشير. لو في اي سؤال اكتب لي في الكومنتس، ولو عايز تسمع الحلقه اول ما تنزل اعمل سبسكرايب. الى لقاء اخر ان شاء الله، سلام.